بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنشرح درس جديد هنعرف فيه ازاي نقيس سرعة الإنترنت عندنا. أول حاجة لازم نكون موصلين إنترنت عندنا سواء كابل إنترنت أو واي فاي. حلو. بعد كده نفتح جوجل، هنكتب في السيرش هنا سبيد تيست. طبعا هتلاقي ظهرت على طول. طبعا الموقع ده كويس جدا، الموقع ده برضه شغال. الموقع ده مجرد ما يفتحه بيقيس سرعة الإنترنت، فاحنا عشان نخلي السرعة دقيقة نستنى على ما الصفحة يتحمل، وبعد كده نضغط هنا. طبعا هو بدأ يقيس السرعة لوحده. السرعة عندها 42. لو انت عايز تعرف معلومات إضافية أو عايز تقيس الأبلود والكلام ده كله بتضغط على عرض المزيد، يبدأ يقيس لك سرعة الأبلود، سرعة الداونلود، الاي بي، المكان اللي انت فيه، كل حاجة. طبعا الموقع التاني بنيجي هنا نضغط جو، يبدأ يقيس بقى سرعة الإنترنت عندنا والأبلود والداونلود وكل حاجة. خلاص قيس سرعة التحميل داونلود عندنا 40. دلوقتي بيقيس سرعة الأبلود. خلاص كده هو خلص قياس. سرعة الداونلود عندنا 40، سرعة الأبلود عندنا 9. طبعا المكان مسقط، الشبكة نفسها قاصر. هنا نفس الكلام، يعني السرعة هنا 42، السرعة هنا 40 و6 اللي هو 41. فقياس سرعة الإنترنت بين الموقعين دول دقيقة جدا. لو حابين نعرف معلومات إضافية بنضغط على عرض المزيد هنا زي ما قلت لكم، بيجيب لك كل حاجة أنت حابب تعرفها. داونلود عندك، التحميل، كل حاجة، إعدادات مثلا عايز إعدادات إضافية. فالموقعين ممتازين جدا. يا رب يكون الموضوع عجبكم، وأتمنى إنكم تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. ولو حد حابب يعرف أي حاجة أو حابب نشرح له موضوع معين ممكن يعرفني في التعليقات، وأنا هعمل لكم الموضوع اللي انتوا حابينه. شكرا.